السلام عليكم، انا فاطمه ورجعت لكم بفيديو جديد. ازاي نعمل الجراني سكوير، المربعات، الوحدات، على حسب انتوا بتسموها ايه. كل الادوات اللي استخدمتها هسيبها لك تحت في صندوق الوصف، ويلا بينا على طول نشوف المربع المميز ده بيتعمل ازاي. اول حاجه احنا هنبدا باول قطعه اللي هي الورده. هنعمل عقده بدايه وهنرتفع 5 سلاسل. تمام، بعدين نقفل في اول سلسله بغرزه منزلقه. وكده اتكونت معايا الدايره السحريه اللي انا هشتغل فيها، وطبعا الطريقه دي اسهل بكتير من الطريقه التانية اللي انتوا مش بتحبوها. هنرتفع 3 سلاسل وهنعمل 2 غرزة عمود بلفة. كده اول غرزة، وبعدين تاني غرزة، بعدين هنرتفع 5 سلاسل. تمام، بعدين هنعمل 3 غرزة عمود بلفة واحدة جنب بعض. 1 2 3. بعدين هنرتفع 5 سلاسل، وبعدين هنعمل 3 غرزة عمود بلفة واحدة. 1 2 3. بعدين هنرتفع 5 سلاسل وهنكرر نفس الخطوات مرتين كمان، يعني في النهاية يكون عندنا 5 من 3 غرزة عمود جنب بعض. هخلصهم وارجع لكم على طول. وهنا بعد لما خلصتهم هقفل بغرزة منزلقة في اول عمود احنا عملناه خالص. هنعمل سلسلة وبعدين نقص الخيط، وكده احنا عملنا اول جزء للوردة اللي احنا هنشتغل عليه دلوقتي باللون التاني. كل لما نحس ان الخيط القصير ده بيوسع نضيقه تاني. ده الخيط بتاع الدايرة السحرية، بس ما نقصوش. اهم حاجة الخيط القصير ده مش هنقصه، اللي انا قصيته دلوقتي ده الخيط الطويل، انما الخيط القصير ده مش هنقصه لان في الاخر هوصل الوردة في المربع بيه. هنجيب اللون التاني بتاعنا اللي هو اللون الروز او اي لون تاني انتوا عايزينه، ونعمل بيه عقدة بداية. وبعدين نجيب الوردة اللي احنا لسه عاملينها ونيجي مكان ما قفلنا اللي هي عند الغرزة الأولى. احنا قفلنا في الغرزة الأولى، تمام. هنيجي عند الغرزة الأولى كده ندخل الإبرة ونسحب الخيط البامبي بتاعنا. الخيطين القصيرين دول هنخليهم معانا نشتغل عليهم تحت الشغل بدل ما ننضفهم في الآخر. هنعمل سلسلة وبعدين هنعمل غرزة حشو جنب السلسلة، يعني في نفس المكان. تمام، دلوقتي احنا هنشتغل على ال5 سلاسل اللي احنا كنا بنعمله. أول غرزة هنعملها هي غرزة النص عمود، وبعدين هنعمل 4 غرزة عمود بلفة. بعدين هعمل 3 سلاسل، وبعدين هعمل غرزة منزلقة في أول العمود الأخير ده. يعني هدخل الإبرة كده في نص حرف الفي بتاع العمود الأخير، وهاخد جزء صغير من العمود الأخير معايا زي ما انتوا شايفين كده على الإبرة، وبعدين أسحب الخيط وأعمل غرزة منزلقة. دي اللي هتدينا شكل الوردة في الآخر. بعدين هعمل 4 غرزة عمود بلفة، وبعدين هعمل غرزة نص عمود. وكده يبقى شكل أول وردة معانا خلص. شكلها بسيط ومميز.
يلا نكمل التانية بنفس الطريقة بالظبط، بس في نقطة مهمة ان احنا هنحتاج نعمل غرزة حشو في تاني عمود من ال3 عواميد اللي احنا عملناهم السطر اللي فاتوا. يعني انتوا عدوهم، هتلاقي عندكم 3 عواميد، العمود التاني بالظبط ده اللي انا دخلت تحتيه الابرة ده هو ده اللي هنعمل فيه غرزة حشو. وطبعا غرزة الحشو دي ثابتة معانا، يعني كل ما نيجي نتحرك من جزء لجزء تاني هنحتاج نعملها، بنعمل غرزة حشو في الغرزة التانية من ال3 عواميد اللي احنا عملناهم السطر اللي فاتوا. هنيجي للفراغ اللي بعده ونشتغل بنفس الطريقة، هنعمل غرزة نص عمود في الأول، وبعدين 4 غرزة عمود بلفة، وبعدين هنعمل 3 سلاسل، 1 2 3. بعدين نيجي عند أول آخر غرزة عمود عملناها ونخش في نصه كده، أوريها لكم تاني. ناخد أول جزء معانا والجزء اللي تحته على طول كده، وبعدين نسحب الخيط ونعمل غرزة منزلقة، وبعدين نرجع نعمل 4 غرزة عمود بلفة واحدة من تاني. بعدين هعمل غرزة نص عمود، وكده نبقى خلصنا الجزء التاني كمان. هنكمل بقية الأجزاء بنفس الطريقة بالظبط، بس هنعمل غرزة الحشو الأول أوريها لكم أهي. في الغرزة التانية بالظبط هندخل من تحتها كده ونسحب الخيط ونعمل غرزة حشو. هنكمل الأجزاء اللي باقية بنفس الطريقة بالظبط وأخلصها وارجع لكم. هنا بعد ما خلصناها كلها هنقص الخيطين الصغيرين اللي احنا كنا شغالين عليهم زي ما انتوا شايفين اتداروا، مش هنحتاج ان احنا نقف تاني وننضفهم تاني. طبعا الخيط القصير ده زي ما قلت لكم مش هنقصه خالص ولا هنيجي جنبه، ده هنسيبه عشان محتاجينه للاخر. عايزين نقفل بغرزة منزلقة، هنقفل بغرزة منزلقة في اول غرزة حشو احنا عملناها. هندخل من تحتها كده ونسحب الخيط، هيبقى معانا حلقتين هنطلع واحدة من التانية. وطبعا اي غرزة او اي حاجة انتم متلخبطين فيها انا منزلة فيديوهات بالتفصيل على قناتي لكل غرزة بالظبط، اتفرجي عليها والموضوع يبقى سهل قوي. هنقص الخيط ونعمل سلسلة كده علشان ايه، نثبت الشغل، وبعدين نشد الخيط لبره. انا عملت منها اللون ده كمان، لون الاحمر وزيتي مع بعض، بصراحة كانوا حلوين قوي برضو، بس لاني عاشقة للفواتح فطبعا الابيض والبامبي هم اللي حازوا على المكانة الاكبر بصراحة. هنعمل الجزء التاني بقى اللي هو الوحدة او الجراني سكوير. احنا هنعمله المرة دي بطريقة مصمطة شوية، يعني مش هيكون فيه فراغات كتيرة. اول حاجة احنا هنعمل عقدة البداية برضو ونرتفع 5 سلاسل عشان يتكون معانا دايرة سحرية نقدر نشتغل جواها. بعد ما عملنا ال5 سلاسل هنقفل بغرزة منزلقة في السلسلة الاولى زي ما انتوا شايفين كده، زي ما عملنا الخطوة اللي فاتت بالظبط، عشان يتكون معانا دايرة في النص نقدر نشتغل بيها. هنرتفع 3 سلاسل، وبعدين هنعمل 2 غرزة عمود بلفة واحدة. ال3 سلاسل دول انا هعتبرهم الغرزة الاولى، هعمل جنبهم غرزتين كمان علشان كده يتكون عندي 3 غرزة عمود بلفة واحدة. وبعدين هعمل 2 سلسلة واعمل 3 غرزة عمود بلفة واحدة في الدايرة السحرية. بعدين هعمل 2 سلسلة واعمل 3 غرزة عمود بلفة واحدة في الدايرة السحرية. واكمل اعمل اخر جزء، اعمل 2 سلسلة واعمل 3 غرزة عمود في الدايرة السحرية. واخر حاجة هعمل 2 سلسلة، وبعدين اقفل بغرزة منزلقة في تالت سلسلة من فوق، اللي هي ال3 سلاسل اللي احنا عملناهم في الاول، تالت سلسلة من فوق اقفل فيها غرزة منزلقة. وكده انا عملت السطر الاول في المربع بتاعي. الخيط القصير ده كل ما تحسي ان الدايرة وسعت شديها هتلاقيها ضيقت تاني.
يلا نعمل السطر التاني. وعلشان نطلع السطر التاني احنا محتاجين نوصل للفراغ بتاع الناحية التانية، وعلشان نوصل لفراغ الناحية التانية هنشتغل على الغرز دي غرز منزلقة، يعني هنعمل تقريبا 3 غرز منزلقة لحد ما نوصل للفراغ اللي هناك. كده عملت اول واحدة ودي التانية ودي كده 3. كل ده عشان اوصل بس للفراغ اللي هناك، وده مش هيأثر على شكلها خالص. يعني بصوا هي شكلها منتظم زي ما هي. هنرتفع 3 سلاسل، ودول طبعا بعتبرهم اول غرزة معايا. وبعدين هعمل غرزة عمود بلفة واحدة، يبقى كده يعتبر معايا غرزتين. هرتفع 2 سلسلة، وبعدين هعمل غرزتين عمود بلفة في نفس المكان. تمام، هاجي بقى هيقابلني ال3 غرزة عمود اللي انا عملتهم السطر اللي فات. هشتغل فوق كل واحدة منهم غرزة عمود بلفة، يعني فوق كل واحدة هعمل واحدة غرزة عمود بلفة لحد ما اوصل للفراغ اللي هناك. ولما وصلت للفراغ ده هعمل 2 غرزة عمود بلفة، هرتفع 2 سلسلة، وبعدين اعمل 2 غرزة عمود بلفة في نفس الفراغ. طبعا بنشتغل بالطريقة دي علشان دي الزاوية اللي بتتكون معانا في الاخر. بعدين هعمل غرزة عمود بلفة واحدة في كل غرزة هتقابلني لحد ما اوصل للفراغ اللي جاي. يعني هعمل 3 غرزة عمود بلفة لحد الفراغ اللي جاي. ونوصل للفراغ اللي بعده ونعمل 2 غرزة عمود بلفة. بعدين هرتفع 2 سلسلة واعمل 2 غرزة عمود بلفة في نفس المكان. تمام، بعد ما بخلصهم هعمل غرزة عمود بلفة واحدة في كل غرزة هتقابلني. وخدوا بالكم الغرزة ممكن تبقى مستخبية شوية مثلا تحت الغرز اللي احنا لسه عاملينها، فخدوا بالكم يعني نعملوا غرزة عمود بلفة واحدة في كل غرزة هتقابلك. هما هيبقوا 3 غرز بس. وهنا شكل المربع اهو ابتدى يبان معانا. اخر فراغ معانا هنعمل 2 غرزة عمود بلفة، هرتفع 2 سلسلة واعمل 2 غرزة عمود بلفة في نفس المكان تاني. تمام، هيتبقى معايا اخر 3 غرز. هعمل فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة، ودي ال3 غرز اللي احنا كنا اشتغلنا عليهم غرز منزلقة عادي جدا. هنعمل فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة، حتى لو حسيتيها صعبة شوية بس هتظبط عادي. هنيجي بقى نقفل بغرزة منزلقة. دي 1 2 3 في السلسلة التالتة من فوق هنقفل بغرزة منزلقة. وكده تاني سطر خلص معانا. احنا هنشتغل تقريبا بنفس الطريقة بالظبط، مفيهوش اي حاجة صعبة. الحلو في المربع ده ان شكله بيبقى باين قوي ان هو مربع، بيبقى متحدد يعني. هنكمل. عايزين نوصل للفراغ برضو هنعمل 2 غرزة منزلقة تحت الغرزتين اللي هيقابلونا. دي كده 1 2 بس. كل ده عشان نوصل للفراغ. هنرتفع 3 سلاسل، وبعدين نعمل غرزة عمود بلفة جنب ال3 سلاسل دول. بعدين هرتفع 2 سلسلة واعمل 2 غرزة عمود بلفة في نفس الفراغ، وزي ما قلنا دي الزاوية.
دلوقتي احنا هنشتغل غرزة عمود بلفة واحدة على كل غرزة هتقابلنا، يعني عندك دلوقتي 7 غرز، هنشتغل على كل واحدة 1 غرزة عمود بلفة لحد ما نوصل للفراغ اللي جاي. بعد ما عملناهم هعمل 2 غرزة عمود بلفة في الفراغ، وبعدين هرتفع 2 سلسلة واعمل 2 غرزة عمود بلفة في نفس الفراغ تاني. وهنكمل بنفس طريقتنا 1 غرزة عمود بلفة فوق كل غرزة هتقابلني، يعني المفروض الناتج النهائي يبقى 7 غرزة عمود بلفة. هنا بعد ما خلصتهم ووصلت للفراغ هعمل 2 غرزة عمود بلفة، وبعدين هرتفع 2 سلسلة واعمل 2 غرزة عمود بلفة تاني في نفس الفراغ. والغرز اللي جاية 1 غرزة عمود بلفة فوق كل واحدة من دول. تمام، بعدين هوصل للفراغ اللي بعده اعمل 2 غرزة عمود بلفة، وبعدين نرتفع 2 سلسلة، وبعدين اعمل 2 غرزة عمود بلفة تاني في نفس الفراغ. وبعدين هيقابلني اخر 7 غرزة عمود بلفة، هعمل فوق كل غرزة 1 غرزة عمود بلفة لحد ما اوصل للاخر. وبعد ما خلصتهم كالعادة هقفل بغرزة منزلقة في تالت سلسلة من 3 سلاسل البداية اللي احنا ابتدينا بيهم. تالت سلسلة هقفل بغرزة منزلقة، وكده يبقى السطر التالت كمان خلص معانا. علشان نوصل للفراغ زي ما اتفقنا هنعمل 2 غرزة منزلقة، دي اول واحدة، والتانية، كل ده بس عشان نوصل للفراغ ونقدر نرتفع السطر الرابع. وهنعمل 3 سلاسل، وبعدين غرزة عمود بلفة في نفس المكان، وبعدين نرتفع 2 سلسلة ونعمل 2 غرزة عمود بلفة في نفس الفراغ. وهنا هيقابلك 11 غرزة عمود بلفة، هتعملي فوق كل واحدة 1 غرزة عمود بلفة زي ما اتعودنا عادي جدا. وهنا بعد ما خلصتهم هعمل في الفراغ 2 غرزة عمود بلفة، وبعدين هعمل 2 سلسلة، بعدين هرجع اعمل 2 غرزة عمود بلفة في نفس الفراغ تاني. بعدين هيقابلني 11 غرزة عمود بلفة، هعمل فوق كل واحدة غرزة عمود بلفة زي ما اتعودنا. تمام، وصلنا للفراغ اللي بعده، هعمل 2 غرزة عمود بلفة، بعدين ارتفع 2 سلسلة، وبعدين اعمل 2 غرزة عمود بلفة في نفس الفراغ. بعدين هعمل 11 غرزة عمود بلفة فوق كل غرزة من دول، ونكمل. نيجي عند الفراغ اللي بعده نعمل 2 غرزة عمود بلفة، بعدين 2 سلسلة، بعدين 2 غرزة عمود بلفة. حاسة ان انتوا اتعودتوا خلاص. وبعدين نعمل اخر 11 غرزة عمود بلفة نخلصهم لحد الاخر. بعدين حابة اوريكم اخر غرزة عمود بلفة هنعملها، وهي دي، دخل تحتها الابرة بس عشان تشوفوها. هي دي اللي احنا كنا عاملينها غرزة منزلقة،
يعني حتى لو حسيتوا ان هي صعبة شوية بس عادي، يعني غرزة عمود بلف عادية. كده نبقى خلصنا المربع بتاعنا. انا حاسة ان انا حبيت شكله اكتر من المربع المفرغ العادي، شكله مرتب قوي وتحسي ان هو متحدد كده. انا بالنسبه لي 4 سطور كانوا كويسين قوي، لان انا هحط الورده في النص كده وهثبتها، فبالتالي 4 سطور معقولين. لو حاسه ان انتي عايزه تزودي سطور هتكملي بنفس الطريقه بتاعتنا بالظبط. لو مش هتكملي سطور هتقصي الخيط وتشدي الخيط لبره كده، ونجيب ابره التنظيف بتاعتنا، وهي دي اللي هننضف بيها الخيط، وهي دي برضو اللي هنعمل بيها اخر غرزه، بحيث ان هي ما تبقاش باينه. يعني السطر الاخير ده مش بنعمل غرزه منزلقه. ندخل طرف الخيط جواها كده. تمام، وبعدين هنيجي عند اخر سلسلة اللي احنا كنا بنقفل فيها غرزة منزلقة دي، 3 سلاسل البداية، تالت سلسلة من فوق بقى هندخل من تحتها كده، وبعدين نرجع تاني في نص السلسلة اللي الخيط طالع منها، في النص كده، ونشد الخيط. بصوا في الاخر هتبان كأن هي غرزة عادية جدا، ومش هيبان ان دي مكان القفلة اصلا. حتة الخيط بقى اللي باقية معانا دي هننضفها في ظهر الشغل كده، بس مهم ان هي ما تبقاش باينة من قدام، يعني احنا نمشي عليها من الظهر، وحاولي ان هي ما تبقاش باينة من قدام. بعد ما نمشي مسافة كويسة كده ونتأكد ان الخيط مش مشدود، هنقص الحتة الزيادة دي. الخيط القصير ده كمان بتاع الدايرة السحرية هننضفه بنفس الطريقة. هنمشي تحت الغرز بتاعت اول سطر احنا عملناه خالص، ودي بتساعد برضو ان الدايرة تتقفل اكتر. يعني لما تمشي تحت اول سطر ده وتشدي الخيط جامد كده، الدايرة هتبقى مقفولة وتقريبا مش هتتفتح تاني. وبرضو بعد ما نمشي بيها حتة كويسة كده هنقص الخيط القصير، وكده نبقى خلصنا المربع بتاعنا. صراحة شكله مثالي قوي يعني. طيب يلا بقى دلوقتي نحط الوردة في النص. احنا بعد ما عملنا الوردة، وطبعا انا قعدت اكد عليكم ان الخيط القصير اوعى حد يقصه، ان احنا هنحتاجه دلوقتي احنا هنجيب ابرة التنظيف بتاعتنا، المفروض ان احنا نحطه جوه الخيط البامبي كده، وبعدين نمشي بالخيط البامبي تحت الشغل كده لحد ما يوصل لقصاد الخيط الابيض، يعني مش جنبه، لا قصاده الناحية التانية، يعني هتشوفوا دلوقتي اهو في الفيديو. وبرضو اكد على اهم حاجة تاني، ان الخيط وانتي ماشية بيه ما يبقاش باين من الناحية التانية، يعني هتمشي عليه من ظهر الشغل من غير ما يبقى باين الناحية التانية. وزي ما انتوا شايفين انا مشيت بيه لحد ما بقى قصاد الخيط الابيض. هنجيب بقى المربع بتاعنا ونثبت الوردة فيه في النص كده، وهنستخدم الابرة بتاعتنا عشان نشد الخيطين القصيرين دول لورا ونقدر نثبتهم كويس. هندخل الابرة بتاعتنا كده من فتحات السطر الاول، ونشد الخيط البامبي او الابيض، يعني نشد اي خيط منهم مش مشكلة، ونيجي عند الفتحة اللي قصادها، يعني الفتحتين لازم يبقوا قصاد بعض عشان هنربطهم من الظهر بالشكل ده كده. وبعدين هنربطهم من الظهر كويس، يعني ربطتين 3 4 كده، يعني عشان نثبتها كويس قوي. تمام، هي الحمد لله كده بقت ثابته، وبرضه هوريكم في اخر الفيديو ازاي نثبتها اكتر لو مثلا حد قلقانه او حاسس ان هي بتتحرك، بس هي كده كده ثابته ومش هتقع ولا يجرى لها اي حاجه. الخيطين القصيرين دول هندخلهم، بس دخل اطرافهم كده تحت الخيط، وبعدين نقصهم، يعني هنضفهم بإبرة التنظيف. برضه هنمشي بيهم كده تحت الخيط شويه، والخيط البامبي نفس الكلام برضه هنمشي بيه شويه تحت الخيط، وبعدين هنقص الاطراف اللي باقيه. وكده مربع الوردة معانا بقى جاهز. هوريكي بس اخر تركة، لو انتي حاسة ان هو بيتحرك زيادة عن اللزوم، او حاسة ان انتي خايفة مثلا ان هو يقع او يتشد في اي حاجة، برغم ان ده مش هيحصل لانه مربوط كويس من الظهر، احنا ممكن نستخدم لزق.
هنلزقه، بس في نقطة مهمة جدا جدا، هتحطي نقطة صغيرة جدا جدا جدا. لو انتي حاسة انتي مش هتقدري تسيطري على اللزق فبلاش، عشان بس ما يبوظش الملمس بتاع المربع. تمام، يعني بصي النقطة اللي هحطها نقطة تكاد لا تذكر يعني. وبس هنلزق حتة صغنونة كده وبعدين خلاص. وبس كده خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة. قولولي رأيكم في الكومنتس، ايه رأيكم في المربع، ولو عندكم اي تعليق على اي حاجة قولولي، ولو في حاجة تانية عايزين تتعلموها اكتبولي في الكومنتس عشان نعملها مع بعض. وبس كده، لايك وسبسكرايب عشان نكبر مع بعض. باي باي.